تخيل إن حدود بلدك مش معمولة عشانك، لأ، دي اتعملت في قعدة قهوة بين اتنين ولا يعرفوك ولا عمرهم شافوك. أيوة، وده مش فيلم، ده تاريخ حقيقي. بصراحة كده أنا طول عمري كان عندي مشكلة مع السياسة والتاريخ. يعني أول ما أسمع كلمة اتفاقية كنت بحس إن في امتحان هيبدأ حالا، ومصطلحات بقى زي سايكس بيكو وبلفور والدولة العثمانية. كنت بسمع سايكس بيكو دي وافتكرها اسم مرض نفسي أو حد سايكوباتي مثلا. فكنت دايما أقول أنا مالي ومال الكلام الكبير ده كلام كبير يصعب على أمثالي فهمه. بس بعد فترة اكتشفت إن الكلام ده مش معقد زي ما احنا فاكرين، وإنه ببساطة حكايات ناس وقرارات غيرت شكل العالم. عشان كده عملت السلسلة دي السياسة بسلاسة، عشان نفهم من غير تعقيد ونبقى عارفين احنا عايشين في ايه، يمكن نتعلم من اللي قبلنا. تعال نرجع بقى لسنة 1916. الدنيا مولعة، الحرب العالمية الأولى شغالة، جيوش، دمار، إمبراطوريات بتقع. بس بعيد عن كل ده في اتنين قاعدين بهدوء جدا، مش في حرب ولا في خنادق، قاعدين على مكتب شيك في أوروبا. واحد اسمه مارك سايكس والتاني جورج بيكو. ولا جنرالات ولا قادة جيوش، بس معاهم حاجة أخطر بكتير، معاهم خريطة وقلم. بس استنى، السؤال المهم هنا مش هم عملوا ايه، السؤال هو ازاي اصلا كان عندهم الجراءة يعملوا كده. الاجابة بسهولة، وراهم مين؟ بريطانيا وفرنسا. وقتها كانوا اقوى امبراطوريتين في العالم، ولو في بطولة مين يتحكم في العالم كانوا واخدين الكاس بجدارة. وفي نفس الوقت الدولة العثمانية كانت عاملة زي موبايل بطاريته 2% ومفيش شاحن. فتحوا الخريطة وبدأوا يرسموا، حط لي خط هنا يا ابني وخط هناك والنبي، والخط ده ممكن يعدي وسط قبائل ويفصل عائلات ويخلي ناس تصحى تاني يوم تلاقي نفسيها في بلد تانية. ولا حد سألهم بتعملوا ايه، ولا حد قال لهم ممكن نعدل الخط ده شوية، لا، كله قالك كده تمام. والاتفاق ده اتعرف بعد كده باسم اتفاقية سايكس بيكو. تقسيمة سريعة كده، فرنسا تاخد سوريا ولبنان، وبريطانيا تاخد العراق، وشوية نفوذ في فلسطين والأردن. يعني باختصار تقسيم التورتة، بس التورتة دي كانت بلاد. بس استنى، الاتفاق ده كان سري جدا لدرجة إن محدش كان يعرف عنه، ولا حتى العرب اللي كانوا بيحاربوا مع بريطانيا، لحد ما في 1917 الثورة الروسية حصلت، والحكومة الجديدة قررت تفضح كل الاتفاقيات السرية. وفجأة العالم كله عرف إن في خريطة اتعملت من ورا ظهر ناس كتير. والأغرب من كده إن بريطانيا في نفس الوقت كانت بتوعد طرف ثالث خالص. في 1917 طلعت حاجة اسمها وعد بلفور، بتقول فيه إنها بتدعم إقامة وطن لليهود في فلسطين. يعني نفس الأرض عليها أكتر من وعد. مالتي تاسكينج سياسي بصراحة. بس القصة دي لوحدها فيها تفاصيل أخطر بكتير، وهنحكيها بالتفصيل في الحلقات الجاية. وفي الآخر اللي فضل كانت الخريطة، حدود مرسومة بالقلم، ناس تانية رسمتها وإحنا اتولدنا جواها. وأحيانا لما أفكر في الموضوع بحس بحاجة غريبة جدا، إحنا بنتولد في بلد ونعيش فيها وندافع عنها كأنها حاجة طبيعية جدا. بس يمكن الحقيقة أبسط من كده بكتير، يمكن هي مجرد رسمة اترسمت من أكتر من 100 سنة وإحنا لحد دلوقتي عايشين جواها. بس المرة دي على الأقل لما حد يقول سايكس بيكو مش هفتكرها مرض نفسي خلاص. دي كانت أول حلقة من السياسة بسلاسة. لو عايز تفهم الدنيا حواليك من غير تعقيد اعمل لايك وشير واشترك في القناة عشان الحكاية لسه في أولها.